اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من مطبخ مجيدة النهارده ان شاء الله. يلا نعمل بقى شوية كشري، بس عسل عسل عسل. كشري مصري. ويلا نخش على مطبخ مجيدة نشوف مجيدة عملت الكشري التحفة ده ازاي. طبعا هنا انا معايا الحلة، هسلق المكرونة. هنا معايا طبعا عدس بجبة، حطيته على النار وحطيت له معلقة توم مدقوق وشوية كمون، وهسيبه يغلي يستوى مع بعضه. وهنا طبعا جبت الشعرية. هنا طبعا حمرت بقى البصلة، وخدت الزيت اللي كان في البصلة قليت بيه ال- الرز، وشايلة حبة هعمل بيهم التسبيكة بتاعة الكشري. تعالوا هنا بقى كده، يلا كده نقلب المكرونة. طبعا أنا في الأول كنت مصورة حتة إن أنا يعني جايبة الفيديو من أوله وأنا جاية بمسح، رحت مسحة الحتة الأولانية، معلش طبعا. فأنا لسه ما عملتش حاجة يعني، ومع بعضينا دينا ايه بنعمل الحاجة مع بعضينا. طبعا هنا بعد ما حمرت بقى المكرونة، رحت نازلة عليها، غسلت الرز ونزلت على المكرونة الشعرية وقلب قلب قلب قلب. النهاردة والله قلت ايه هناكلوا ايه، تعملوا ايه؟ قلنا نعمل شوية كشري. تاكلوا ايه؟ قالوا ناكلوا كشري. كانوا هيبعتوا يجيبوا، قلت لهم لا، طب ما انا نعمله في البيت اوامك واحسن من بره كمان. وفعلا يعني بيبقى اطعم من بره واحلى. حطيت بقى الملح هنا وقلبت الكلام ده كله مع بعضه كده، واروح نازله عليه بميته، وهسيبه بقى اقلبه كده واسيبه لما يغلي، اروح نقلاه على حله ايه تانية. تمام تمام. هنا بقى بصوا العدس بيغلي اهوت، حطله حته تومه من اللي انا دقاها للتسبيكه. وبصوا التومه اهي، وحطله كزبره وكمون وشويه ملح وسايباه يتسلق بقى مع نفسه كده. طبعا هنا البصله هطلعها بقى عشان اعمل التسبيكه مطرح ايه البصله. تمام تمام. هنا المية بقى غلت، هنزل بقى معايا شعرية ومعايا مكرونة تاني الصغيرة، العقل الصغيرة. طلعت بقى البصلة المتحمرة هنا، ومعايا بقى طماطم حمرا. بس الطماطم مش حمرا اليومين دول، الطماطم يعني حلوة، بس حلوة شغالة. حطيت عليها حتة صلصة، خدت الطماطم بقى ضربتها في الخلاط. هنا الرز طبعا بيتشرب. هنا طبعا حاطة الطاسة، هجيب التوم وانزل بالتوم بقى كده على الزيت اللي هو مطرح البصلة. بيدي طعم جميل للأكلة الكشري دي، بيبقى جميل جدا جدا جدا. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده لحد طبعا اللي في الزيت ده بصل، انا لسه مطلعه البصل. طبعا هقلب الكلام ده كله كده مع بعضه لحد التومة كده ما تصفر. بعد ما اصفرت نزلت عليها بالطماطم. طبعا الطماطم دي حطيت لها معلقة شطة حمرا من اللي انا عاملاها مخزناها. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده واسيبها تاخد وتدي مع بعضيها على النار. الريحة هنا تحفة بجد بجد، جميلة جدا جدا جدا. هنا بقى صفيت العدس وحطيته على الرز، وهقلب بقى الرز مع العدس. طبعا الرز لسه ما اتشربش والعدس لسه فيه تكة كده. هقلب بقى الكلام ده كله حتى الرز بصوا لسه فيه مية. هسيب بقى الكلام ده كله عشان العدس بقى ياخد ويدي كده ويكمل سواه ويدي طعم جميل كده في الرز. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده. انا مرضتش احط الرز في قلب العدس في قلب الرز عشان ما يغمقش الرز ويخليه ايه غامق. فقلت اسلقه بره عشان الميه بتاعته اللي هي الغامقه دي تنزل، وبعد كده ايه اعمل. هنا بقى جيت على الصلصه، رحت حاطه هنا شويه سكر وشويه كمون وشويه ملح، وحطيت شويه فلفل اسمر. هنا بقى بعد ما صفيت المكرونه استوت وصفيتها، رحت جايبه طبعا ايه معلقه سمنه ومقلباها كده على النار، وحاطه لها شويه ملح واحط لها شويه فلفل اسمر برضو، واقلب بقى المكرونه. بحبها كده يعني، احبها كده اكون عاملاها على النار كده بحته سمنه بحبه زيت، افرفرها كده على النار عشان تبقى شكلها حلو. انا ايه حطها على الكشري، حطيت شويه خل بقى هنا حلوين، واقلب بقى الكلام ده كله. هسيبها بقى تتسبك شويه كده، وبعدين ايه نرجع لها بقى عبال ما تتسبك. تمام تمام. بصوا الجمال، اللون والله اللون لون الطماطم هو احلى من كده. بس الكاميرا معايا طبعا برضو كنت سلقه سلقه حمص وبشيله في الفريزر، لما بعوز باخد عاملاه اكياس كده، اما بعوز باخد حبه حبه. طلعت حبه ويلا بينا بقى نغرف الكشري الجميل التحفه دوت. تسلم ايديك يا مجيده، ومتنسوناش بقى بلايكاتكم الجميله وتفعيل الجرس ونعمل لكم كل جديد. ربنا ما يحرمني منكم يا رب كده. وشوف بتتابعوني منين، خشوا قناتي وشوف بتتابعوني منين.
عشان اعمل لكم كل جديد، وربنا ما يحرمني منكم ابدا ويخليكم ليا. وبصوا بقى الكشري الجميل طبعا. بصوا حطيت بقى العدس، الرز هنا طبعا فاتح مش غامق، لما تغليه بره ما بيغمقش الرز. يلا بقى نغرف كده. هغرف ليا طبق ولمحمد ابني طبق عشان ناكله طبعا. حطيت طبقين هنا بقى كده. هكمل بقى اغرف بقى. الله الله على الجمال. بصوا المكرونه بقى لما بتحط لها حته سمنه وتشربيها على النار بتبقى مفرفره كده وجميله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. كده النهارده اكون ضيفه خفيفه عليكم، وتكون طريقتي عجبتكم في الكشري. وما تنسوناش بقى بلايكاتكم الجميله، وربنا يا رب يسعدكم كده ويخليكم ليا. واقول لكم ايه بقى، تعالوا بقى هنا نحط بقى شويه حمص، اللي هو حمص الشام ده. غليته وحطيته كده في المية مكان العدس، عطاله طعم جميل قوي عشان يتشرب من التومة والملح. هنا بقى ايه، هحط بقى الصلصة بعد ما حطيت المكرونة. حطيت طبعا الحمص، بعدين كده احط الصلصة واحدة واحدة مع بعضينا. جربوا طريقة مجيدة هتعجبكم. طبعا احنا طالعين من رمضان مش عارفين ناكل ايه، فقلنا بقى نعمل شوية كشري كده حلوين بدل ما نشتري، لا نعملهم في البيت. اوفر واحلى واطعم يعني. ورب كده النهارده اكون نلت اعجابكم بطريقتي. متنسوناش بقى بلايكاتكم ودعواتكم الجميله. واقول لكم بقى ايه، دوقوا بقى كشري مجيده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.